السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي وأخواتي ومتابعين ومشاهدين أفراد أسرة ملعب أفندينا في كل مكان. أهلا وسهلا بكم، وحشتوني. بعد ما العالم انبهر بكأس العالم، وبعد ما انبهرنا بأحقية الجوائز اللي موجودة في كأس العالم، وبعد الانبهار الشديد بالاختيارات الأفضل في كأس العالم، تأتي علينا مجلة وشوشة لتبهر العالم كله باختياراتها بالأفضل داخل مصر. مين أفضل نادي في عام 22؟ مين أفضل جناح يمين؟ ومين أفضل جناح شمال؟ وأفضل خط وسط؟ وأفضل حارس؟ وأفضل محترف؟ وأفضل كل شيء. وشوشة أعلنت الجوائز. هنشوف مع بعض وهنضحك مع بعض وهنبين الحقائق بالنسبة للجوائز دي، لأن من وجهة نظري إنها عبارة عن مسرحية، بس مسرحية مملة شوية، عبارة عن تمثيلية بس تمثيلية حلقاتها طويلة شوية، عبارة عن فيلم بس فيلم نهايته مؤسفة. يلا بينا نخش مع بعض على حلقتنا، بس قبل ما نقول يلا بينا ادعم اخوكم باللايك، واللي لسه مش مشترك في القناة فضلا منك وليس امرا اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد وتكون واحد من افراد اسرة ملعب افندينا. بص بقى يا سيدي، هنخش دلوقتي على الحلقة وعايزك تركز معايا، وانتقادنا لوشوشة وانتقادنا لاختيار الجوائز او الافضل عشان اسباب منطقية ومقنعة. فعايزك كده تعمل لك كوباية الشاي وتركز معايا، ولو انت شايف اللي انا هقوله غلط اكتب لي في التعليق انت راجل مش محايد، ولا حتى راجل طالع تجامل، او حتى راجل بتهبد وبتقول اي كلام. بص يا سيدي الفاضل وعزيزي المشاهد، وشوشة بتعلن أن النادي الأهلي هو الأفضل في عام 2022. زي ما حضرتك ما سمعت كده، النادي الأهلي هو الأفضل في عام 2022، يتفوق على نادي الزمالك. طب أنا عايز أسأل السؤال المنطقي اللي لازم نسأله، هو الأهلي حقق إيه في السنة دي عن الزمالك عشان يكون هو الأفضل؟ يعني الزمالك بطل الدوري، والزمالك بطل الكاس، والأهلي بطل السوبر، والزمالك عمل صفقات، والاهلي كان متعثر وما عملش صفقات. على اي اساس بقى نقول ان الاهلي هو الافضل في عام 2022؟ الاهلي فريق كبير وفريق عظيم محدش يقدر ينكر، لكن احنا الجايزة هنا على سنة معينة وعلى توقيت محدد، والمفروض انه يكون على الانجازات اللي حققها الفريق ده. فاول حاجة عندنا الاهلي افضل نادي في عام 2022. امنع الضحك امنع الضحك. الحاجة التانية، حسين الشحات هو افضل جناح يمين في مصر. زي ما بتسمعوا كده ورب امنعوا الضحك يا اخوانا. حسين الشحات افضل جناح هو كان بيلعب يا بيه؟ هو حسين الشحات كان بيلعب في الاهلي؟ طب هو حسين الشحات اصلا عمل ايه؟ يا راجل ده جمهور الاهلي نفسه مش طايقه، يا راجل ده مفيش مدرب وجيه وكان طايقه. تديله افضل جناح يمين في مصر؟ ما علينا ما علينا، احنا بس بنبين قيمة الجوائز وقيمة الاستفتاءات المصرية، والهدف منها هو طبعا الرقي بالكرة المصرية، وان لازم نعمل جاهدين من اجل مصلحة الكرة المصرية. فعندنا كده حسين الشحات هو افضل جناح يمين، واحمد عبد القادر افضل جناح شمال. مبروك عليك يا ابو حميد، والله مبروك بس هو مش كان في حد كده ممكن يستحقها يعني على احمد عبد القادر شويه؟ حد كده كان الاهلي بيتخانق عليه مع الزمالك، وكان يعني مكسر الدنيا في الزمالك، والراجل رحل وهو واخد بطولات، وكان يعني لاعب محترف اسمه اشرف بن شرقي. يعني ما كانش يمشي مع سيادتكم ان اشرف ممكن ياخد افضل جناح شمال في عام 2022؟ ماشي. محمد مجدي قفشه افضل صانع لعب في مصر، وده بقى يعني لازم نحيي مجلة وشواشة على الاختيار ده، لان فعلا محمد مجدي قفشه هو افضل صانع لعب في مصر، بدليل ان هيمشوه من الاهلي، بدليل ان الاهلي نفسه كان مقعد كل اللعيبه اللي قلنا ان هم الافضل دول، ولعب بالشباب وبالناشئين، فكان لازم ان هم ياخدوا افضل حاجه. ده لازم يا اخوانا. يا جماعه احنا بنقول ايه؟
يا جماعه انتوا بتتكلموا في ايه؟ هم فعلا دول الافضل يا اخوانا، لازم نركز في نص الكوبايه المليان. ما علينا ما علينا. واكرم توفيق افضل باك يمين في مصر. هو انا هسأل سؤال تاني عشان انا مرارتي ما تتفقعش لوحدي، ما انا انسان يعني عليا طاقة. هو اكرم توفيق يا ابني لاعب سنة 2022. يا ابني اكرم توفيق لاعب كبير ولاعب عظيم ولاعب كلنا بنحبه ولاعب راجل، لكن اكرم والله كان عنده رباط صليبي 2022 ما لعبش فيها اصلا. فهو الافضل على اي اساس؟ انه كان يعني يعني بنقول مثلا ان احنا كنا عايزين نقف معاه عشان هو كان مصاب فاحنا عايزين ندعمه في الفترة الجاية، ولا هو الافضل؟ يعني كلمة الافضل ده بنختارها على اي اساس؟ ده اللي عايزين نفهمه، ده اللي محتاجين ان احنا نعرفه. ده اكرم كان عنده رباط صليبي ياخد جايزة افضل باك يمين في مصر في عام 2022 ليه؟ سبحان الله سبحان الله. علي معلول افضل محترف في مصر، وده بقى الحاجة الوحيدة اللي لحد دلوقتي انا شايفها انها بجد حقيقة ويستاهلها وعن جدارة. ألف مليون مبروك لعلي معلول، لعيب محترم، لعيب قادر على إنه يكون يعني نافع لجمهور الأهلي وللنادي الأهلي. لعيب هو أكتر مفتاح لعب للنادي الأهلي، لعيب لعب في كأس العالم الأخيرة مع منتخب بلده فيستحقها وعن جدارة. علي معلول هو أفضل محترف في مصر لعام 2022. عمرو السولية أفضل خط وسط في مصر. لا تعليق، لا تعليق. حقيقي انا مبهور، انا يعني منبهر. يعني الناس بتتخانق على مروان عطية لاعب الاتحاد ومحمود حمادة بتاع فاركو والدنيا مقلوبة عليهم والاتنين انضموا للمنتخب، وبنجيب عمرو السولية هو الافضل. امال لما هو الافضل الاهلي عايز يجيب مروان عطيه ومحمود حماده والزمالك عايز يجيبهم ليه؟ هو ايه يا اخوانا؟ امنعوا الضحك، انها مجله وشوشه، فلازم يكون في حس كوميدي كده في الاختيارات. ما علينا. محمد شريف افضل مهاجم في مصر. محمد شريف افضل مهاجم في مصر بدليل ان محمد شريف ما لعبش، ان محمد شريف جاب بين جونين، ان محمد شريف جمهور الاهلي كان عايز يمشيه، ان محمد شريف يعني بعد صيام دائم جاب هدف امبارح في السنه الجديده في الدوري الجديد، ان محمد شريف جبنا عليه بيرسيتاو وجبنا عليه حسام حسن وجبنا عليه مش عارف مين وجبنا عليه مين ومين ومين، فلازم ياخد الافضل. انا على فكره من الناس اللي مقتنعه جدا بامكانيات محمد شريف وانه لعيب كبير وهيكون واحد من اهم المهاجمين في مصر على مدار التاريخ، لكن مش هو الافضل في عام 2022. مش هو الافضل يا وشوشه، مش هو الافضل والله، مش هو الاقدر بالجايزه. كده احنا بنسميها يلا بينا نعمل ملائمات وتوأمات ونعمل يعني موازنات ويلا الدنيا كده نفرح الكل وتبقى حفلة حلوة وخلاص. لازم يبقى فيه شوية كده سنس شوية حتى في الاختيارات. محمد الشناوي افضل حارس مرمى في مصر. محمد الشناوي حارس كبير وحارس قدير ويستحق انه يكون الافضل في 2022 والمنافسه قويه مع محمد عواد. بس السؤال هنا ليه اختار برضو محمد الشناوي ما كانش الاختيار لمحمد عواد؟ هل لان محمد الشناوي ساهم يعني مساهمه قويه ان الاهلي اللي ياخد الدوري؟ هل محمد الشناوي ما كانش له اخطاء زي عواد فكان لازم ان هو اللي ياخدها؟ الف مليون مبروك طبعا لمحمد الشناوي. الخبر المضحك بقى بالنسبه لي، الخبر اللي الجميع لازم نرفع القبعه لوشوشه على هذا الاختيار، تريزيجيه افضل لاعب مصري محترف في الخارج. يعني محمد صلاح فخر العرب، محمد صلاح ان الفيفا بتكرمه كافضل خامس لاعب على العالم. محمد صلاح مش عاجب وشوشه؟ يعني محمد صلاح نجم ليفربول واللي مكسر ده، احنا ما بنفتخرش بحد الا بمحمد صلاح. ده النقطة المضيئة اللي في الكرة المصرية محمد صلاح. على طول بقى تريزيجيه هي جت على دي يا عم افندينا، عدي عدي زق معاه الليلة، زق معاه الليلة عشان الموضوع يعدي. شيماء صابر افضل اعلامية رياضية. هو من حيث الحلاوة ولا من حيث ايه؟
يعني افضل اعلاميه يعني شكلا، افضل اعلاميه جمالا، افضل اعلاميه في ايه؟ افضل ايه في ايه؟ هي افضل اعلاميه عشان ايه؟ ايه القيمه اللي اثرتها على المجتمع الرياضي عشان تاخد افضل اعلاميه في 2022؟ ما علينا ما علينا، ده الحاج ابو المعاطي زكي افضل برنامج اونلاين. واضرب اللايك يا غالي، مش هقول اكتر من كده. اضرب اللايك يا غالي، اضرب اللايك يا غالي. حسام غالي الكابتن التاريخي للنادي الاهلي، ده يسأل فيها يعني جمهور النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي. هنخش بقى على الجوائز بتاعت الزمالك. احمد سيد زيزو احسن لاعب في مصر، ده اختيار بالنسبه لي منطقي. الراجل هداف الدوري، والراجل صاحب اكتر نسبه اسيست او مستر اسيست في الدوري، وعمل انجازات واعجازات مع الزمالك، وجاب دوري وجاب كاس. يعني الراجل يستحقها، ده من وجهه نظري. حسام عبد المجيد افضل لاعب صاعد في الزمالك. عفوا اخواتي الغاليين. حسام عبد المجيد برضك لما ظهر مع الزمالك ظهر بصورة كويسة ومدافع قوي، وبدليل انه انضم للمنتخب. فيريرا افضل مدير فني في عام 2022 يستحقها. الراجل جايب دوري وجايب كاس وجاي على فرقة كانت مهلهلة، وفرقة كانت خارجة من بطولة افريقيا بفضيحة بدون مكسب واحد، وقدر انه يعمل انجاز وياخد الدوري والكاس بعد حتى اللعيبة اللي مشيت. احمد ابو الفتوح افضل باك شمال يستحقها بعد اللي قدمه مع منتخب مصر ومع نادي الزمالك، وانه كان هو الافضل في بطولة افريقيا، وهو الافضل باك شمال في مصر حاليا فيستحقها. الونش افضل مساك يستحقها وعن جدارة، لان مفيش مساك في مصر زي الونش لحد ما اتصاب، واحنا بنتكلم على 2022. فالونش كان سبب رئيسي ان الزمالك ياخد البطولات دي، وانه يحمي عرين نادي الزمالك ان الكرة ما توصلش اصلا لمحمد عواد. حازم امام افضل محلل رياضي، هنا هيختلف عليه الاهلاويه والزملكاويه، وناس هتشوف انه محايد، وناس هتشوف انه ضعيف الدفاع عن الزمالك. لكن انا من وجهه نظري المتواضعه التي لا قيمه لها على راي الكابتن مدحت شلبي ان الموضوع يستحقها. سيف زاهر افضل اعلامي رياضي، كنت اتوقع ان ابراهيم فاي هيكون الافضل، لكن سيف مقدم اداء رائع هو اخر في الاعلام الرياضي. لحد هنا بتنتهي جوائز وشوشة، وكان في بعض جوائز تانية لكن يعني عشان مرارتي ما تتفقعش فقلت نكتفي بهذا القدر من الضحك مع وشوشة، واضحك مع وشوشة، وفرفش مع وشوشة. هي دي الجوائز، ولحد هنا بتنتهي حلقتنا. اكتب لي رأيك في تعليق، واكتب لي انت شايف ان اللعيبة دي تستحق الجوائز دي، وشايف هي التقييم او الاستفتاء يعني ده في مصلحة الكرة المصرية ولا لا. واللي ما عملش لايك فضلا منك وليس امرك اعمل اللايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة فضلا منك وليس امرك اعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد، ويكون واحد من افراد اسرة ملعب أفلام.